ازاي تربي طفل محب للقرآن؟ ازاي نخرج اطفالنا او نعلمهم يحبوا القرآن؟ والرسالة دي مهمة جدا للامهات اكثر منها للاباء، ولكن لا مانع ان الاتنين يسمعوها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بالظبط نشوف هنعمل ايه. اثناء ما انت حامل حاولي تسمعي لطفلك وهو جنين في بطنك قرآن، او اسمعي قرآن وهو يسمع معاكي اكيد قطعا يعني. وطفلك في مرحلة الرضاعة برضو حاولي تسمعيه قرآن لفترات طويلة، يعني خلي دايما على مسامع واذان الطفل القرآن. لما تيجي تقرأي قرآن قدام الطفل خليه شايفك، يعني خليه شايفك وخليه سمعك اثناء ما انت بتقرأي قرآن. فده بيسمع الطفل وبيخلي الطفل مربى على ان في قرآن بيتقرأ في البيت. لما الطفل يبدأ كده يكبر ويبدأ مرحلة القراءة والكتابة، لا مانع ان انت تهديه مصحف لطيف، او بابا يجيب له مصحف كنوع من هدية او هدية في اي مناسبة، او حتى بدون مناسبة هات له مصحف. لازم احتفال كبير جدا لو الطفل بدأ يحفظ قرآن، بمعنى ان كل جزء يحفظه الطفل اكيد له مكافأة واحتفال وسعادة في البيت بتدل على قيمة اللي عمله الطفل. نركز دايما في حديثنا مع الأطفال على قصص القرآن أو القصص أو العبر اللي بتبقى موجودة في القرآن، ممكن نتعلمها إحنا ونحاول نعلمها لأطفالنا. ونقرأ الصور اللي فيها قصص، لأن الأطفال بترتبط جدا بالقصص بتاعة القرآن جدا وبتبقى تشدها، فدي تخلي الطفل يحب القرآن. لا مانع من إن إحنا نعمل مسابقات حوالين حاجات أو آيات داخل القرآن. دي من الحاجات اللطيفة جدا اللي بتخلي الطفل يبقى عنده حافز ان هو يعرف المعلومه، فبالتالي يحفظ الصوره، فبالتالي يتعلم القراءه، فبالتالي في تفاصيل كتيره جدا هتبقى مهمه جدا لو انت بدات تعمل حاجات. في تطبيقات موجوده على الموبايل تقدر منها تقرا القران او حتى تسمع او حتى تراجع القران. فمهم جدا انك لو طفلك معاه موبايل يبقى معاه ابلكيشن او تطبيق في الموضوع ده. حاول تسجل كده فيديو لطيف لطفلك وهو بيقرا القران، وتحاول تشجعه على انه يقرأ بشكل افضل ويتعلم القراءة او التجويد بشكل افضل. فالطفل بيحفز ان انت مهتم وحابب تشوفه وهو بيقرأ القرآن، انه يبدأ يقرأ القرآن اللي حفظه او بدأ يتعلمه في الاذاعة المدرسية لو هو في مرحلة دراسية تسمح له ان هو يروح الاذاعة المدرسية. كمان الصور او الايات اللي بدأ يحفظها لا مانع ان هو لما يجي يصلي يبدأ يستخدمها وتبدأ تحفزه ان هو كل ما هيحفظ اكتر فيبقى عنده قدرة ان هو يتنوع في القراءات او يتنوع في الصور اللي بيقرأ بيها اثناء الصلاة.